تعال اقول لك حاجتين بيعطلوا اي حد في حياته وكانوا بيعطلوني شخصيا وازاي بحاول اتغلب عليهم. واول حاجه هي التسويف او الكسل بيبقوا تقريبا مرتبطين ببعض. فانت بتقعد تسوف في ان انا والله انا عايز اذاكر الكورس الفلاني، عايز اروح اتمرن في الجيم، عايز احفظ قرآن. طول ما انت بتسوف وبتقول انا عايز اعمل وما بتعملش، هتلاقي نفسك دايما حاسس بالذنب ان انت حاطط عندك حاجات كتير قوي عايز تعملها وما بتعملهاش. فلما الحاجات تبتدي تتراكم عليك هتبتدي ترمي حاجات على جنب وتقول خلاص انا هعمل ايه، ده انا ورايا حاجات كتير. الحل لحاجة زي دي ان انت تجبر نفسك. عارف وانت قايم الصبح كده للشغل ولا قايم الصبح للمدرسة، او بيبقى اصعب وقت بتحس فيه ان انت وانت قايم الصبح الوقت اللي انت فيه لسه في السرير وبتاخد القرار عشان تقوم. لكن بمجرد ما انت قمت من السرير بتلاقي نفسك خلاص بقيت نشيط وبقيت قادر تروح شغلك وبقيت قادر تروح مدرستك او كليتك، بقيت قادر تعمل التاسكات اللي عليك. فاجبر نفسك دايما وما تسوفش الحاجة التانية هي احساسك ان انت انجزت حاجة وان انت تحس بنفسك. لو انت انجزت حاجة مش بقولك ما تفرحش، افرح، بس افرح فرحة معقولة ودايما فكر ان لسه في حاجات كتير قوي انت محققتهاش. لان انت لو عشت في الانجازات اللي انت عملتها ونسيت ايه اللي وراك هتلاقي نفسك ان انت دخلت تاني في دايلامة التسويف، وان انت قاعد بس بتفرح النهارده خلينا الاسبوع ده نفرح، خلينا الشهر ده نفرح بالانجاز اللي احنا عملناه، وتنسى اللي وراك وتبتدي الدنيا تتراكم عليك تاني.